السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفيديو جديد على قناة اليوتيوب. من غير مقدمة ومن غير بائس محلي ومن غير بطل السوبر الأفريقي، لأن الفيديو ده أنا هتكلم فيه بجد، ولا هنقلك خبر ولا عاجل ولا مش عاجل ولا قرار صح ولا قرار غلط، عشان ما بقاش منافق. اللجنة الأولمبية لو كانت قالت إن الماتش هيتعاد، أنا كنت أول واحد هطلع أقول حق الأهلي جا والماتش هيتعاد يا رجالة والدنيا تمام. يبقى احترم قرار اللجنة الأولمبية أيا كان هو إيه. لكن عنوان الفيديو زي ما أنا ما كاتب لك كده: الأهلي نادي الدولة. والكلام ده أنا قلته لك في البداية للناس اللي متابعاني ومركزة معايا. أنا قلت لك كل حاجة كانت بتتقال في الأخبار والتوقعات، وقلت لك في فيديو امبارح لو الأهلي معاه خطاب رسمي بعته للاتحاد الكورة أو للرابطة بأنه طالب حكام أجانب يطلعوا فورا تنتهي القصة. لكن اتضح أن الأهلي معوش خطاب رسمي، وكلها كانت فيوسات ووعود عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمعنى أصح، أو مكالمات هاتفية. مفيش حاجة رسمية. وطبعا الفيفا أو الأولمبية بيعتمدوا بالحاجات الرسمية. لكن هرجع وأقول لك تاني، أنا قلت لك توقعي إن الماتش ممكن يتخصم من الأهلي 3 نقط، 3 نقط بس مش 6، ده توقعي. لكن حتة إعادة الماتش دي صعبة. لكن اللي حصل إن لا الماتش اتعاد ولا الأهلي اتخصم منه 3 نقط بس، بل اعتبر منسحبا واتخصم منه 6 نقط. طيب إيه عنوان الفيديو ده يا عم راموس؟ الأهلي نادي الدولة. العنوان ده أنا كزملكاوي عايش عليه بقالي 20 سنة. مش هجيب لك من اللي فات، انا هجيب لك من لما انا شجعت كورة، او بمعنى اصح من 2005. هجيب لك من 2005 لحد 2025، 20 سنة. من 20 سنة وانا كزملكاوي بتتربى جوايا القصة دي ان الاهلي نادي الدولة. من 20 سنة وانا كزملكاوي بتتربى جوايا القصه دي ان الاهلي فوق القانون، والاهلي فوق اتحاد الكوره، والاهلي فوق اي حد. من 20 سنه وانا بتتربى جوا مني كزملكاوي ان كل بطولات الاهلي بالتحكيم بمساعده اتحاد الكوره، بمساعده الدوله والشارع المصري والكشري المصري. طيب بالنسبه للي ربوا فيا الفكره دي من ادارات لنادي الزمالك او لاعبين لنادي الزمالك او اعلاميين لنادي الزمالك، وبالنسبه للناس اللي لحد دلوقتي مقتنعه بالكلام ده، او لقبل يعني لحد من شهر كانوا بيرددوا الكلام ده، زائد مظلوميه التحكيم، هل انت يا حبيب قلبي لسه مقتنع ان الاهلي نادي الدوله؟ هل انت يا زملكاوي يلي عايش على المؤامره، يلي عايش على المظلوميه، يلي الاهلي ياخد الدوري تقول ده مؤامره، ياخد الكاس تقول ده مؤامره، ياخد السوبر المصري ده مؤامره، يروح دوري ابطال افريقيا يطلع بره البلد خالص تقول دي مؤامره، يروح كاس العالم للانديه تقول دي مؤامره؟ مؤامره 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 مؤامره، والبلد والدنيا كلها اهلاويه. هل انت لسه مقتنع بكلامك؟ اقسم بالله انا فرحان ان الاهلي اتخصم منه 6 نقط، وزيه زي الزمالك لما انسحب اتخصم منه 6 نقط، وادي الاهلي لما انسحب اتخصم منه 6 نقط. تعالى لي بقى يا بتاع الاهلي نادي الدوله، هل الاهلي نادي الدوله برضو؟ تمام، فرحان انت كده؟ انا البلد يا رفاعي 100 100 عليك، انت تمام وحقك تفرح وتحفل، مش هقول لك لا، بس اوعى تنطق كلمه مؤامره تاني. اذن ال 44 دوري اللي الاهلي واخدهم حلال. لا تقول لي وكاله اهرام، ولا تقول لي وكاله اخبار، ولا تقول لي وكاله البلح، ولا تقول لي اي وكاله، ولا تقول لي وكاله تيك توك. سكه ودغري يا باشا، تعالالي اطلع بالايجابيات. انت كاهلاوي كجمهور تطلع بالايجابيات. ايه الايجابيات؟ ان مفيش زملكاوي تاني اي بطوله انت هتاخدها بعد كده هيقول لك بص مؤامره،
بص نادي الدولة، بص اللي بيكسب بالحكام، ده انا مظلوم، ده انا مقهور، ده الشارع اهلاوي والبلد اهلاوية والرئيس اهلاوي والمحافظين اهلاوية وكبار البلد اهلاوية، فلازم الاهلي يكسب عشان الشعب ينام مبسوط، عشان الشارع المصري ينام مبسوط. كل ده بلالين، بلالين وفرقعت. عشان كده اقسم بالله انا فرحان، لانك مفيش زملكاوي هيرفع عينه في عينك ويكلمك على ظلم تحكيم وانك بتكسب بالحكام واني مظلوم ومعمول عليا مؤامره. لا يا حبيب قلبي، ده دليل ان الاهلي مش فوق البلد ولا حاجه، ان الاهلي مش فوق اتحاد الكره ولا حاجه، حتى لو اتحاد الكره على غلط. اسمع وافهم الكلام. لكن الاهلي مش فوق حد وبيتطبق عليه القانون عادي. انسحب من الكاس، اتحرم من البطوله اللي بعد منها. انسحب من الدوري، اتخصم منه 6 نقط. اهو بيتعامل زيه زيك، لا بيتجامل على حسك ولا بيتجب عليه، بيتأجل له. انت كمان لما وصلت نهائي الكونفدرالية اتأجل لك زي ما اتأجل الاهلي بالظبط، بل اتأجل لك اكتر كمان. ايه الدنيا بقى؟ انا قلقان على شماعتنا، انا قلقان على شماعات ادارات الزمالك فيما بعد، انا قلقان على شماعات جماهير الزمالك فيما بعد. مش هيلاقوا شماعة، اتكسرت خلاص، الشماعة اتكسرت. هتيجي تتكلم على ظلم تحكيم والتحكيم بتظلمني، هقول لك تعالى هنا. امال مين اللي دافع عن التحكيم؟ امال مين اللي دعم التحكيم المصري؟ امال مين اللي اصر ان مباراة القمة تبقى بتحكيم مصري؟ امال مين اللي ما طلبش تحكيم اجنبي في مباراة القمة؟ اصحى للكلام، اصحى للكلام. هتيجي تقول لي ده الاهلي معاه 44 دوري وانا 13 بس، عشان الاهلي ولا 14 ولا الواحد 13 ولا 14، عشان الاهلي نادي الدوله وعشان الاهلي بيكسب بالحكام ودي مؤامره كونيه، والشارع المصري عشان يبقى مبسوط لازم الاهلي يكسب. ودلوقتي الشارع المصري مبسوط. عرفت انا ليه فرحان بالقرار؟ عشان مفيش حد هيقول مؤامره تاني. حلمي ده اصلا حلمي زموره، حلمي ان كلمه مؤامره تتلغي، وهي كده اتلغت. وانا عارف يا اهلاوي ان انت كده كده عارف ان انت على حق. افرح بال 44 دوري وانت رافع راسك فوق، افرح بال 12 ولا ال 13 افريقيا، 12 ولا 13 وانت رافع راسك فوق، افرح بالثمانية سوبر، افرح بنهائي القرن، افرح بكل البطولات اللي انت واخدها، افرح بالمشاركات في كاس العالم للانديه، افرح انك اكتر نادي في العالم معاه بطولات، وتاني اكتر نادي في العالم معاه بطولات قاريه، واكتر نادي في مصر معاه بطولات. افرح وانت حاطط صباعك في عين التخين او في عين البائس المحلي، ان خلاص نظرياتهم اتكشفت، نظرياتهم اتكشفت. اصحاب المؤامره مش هنسمع لهم حس ولا صوت. دلوقتي في زملكاويه كتير في فيديوهاتهم يقول لك يا اهلي انت فاكر نفسك فوق، شفت بقى يا اهلي ان انت مش فوق القانون، شفت بقى يا اهلي ان انت مش فوق البلد، شفت بقى يا اهلي ان انت مش فوق اتحاد الكوره، شفت بقى يا اهلي ان انت بيتطبق عليك عقوبات عادي. هو الاهلي شايف كده اصلا؟ انت اللي ما كنتش شايف كده، انت اللي زملكاوي اللي كنت مش شايف كده، اللي كان عندك نقص ومفكر ان الاهلي ما بيتعاقبش. ده انت اللي كنت واهم نفسك بكده. انما هو كاهلاوي عارف ان هو كده واي حد هيغلط هيتعاقب، انما انت اللي كنت مغيب عن كده. هي دي كل القصة. من غير ما اطول عليكم، انتهت نظرية المؤامرة لدى الزملكاوية بإعلامهم وبجماهيرهم وبأي حد لسه في دماغه ان انجازات الاهلي دي بسبب المؤامرة. السلام عليكم.